لو انت من الناس اللي بتنام اكتر من 9 ساعات في اليوم فكمل الفيديو عشان ده ممكن يكون خطر على صحتك. النوم اكيد ضروري لصحتك، بس الافراط منه ممكن يحول الراحه لكابوس. فكمل الفيديو للاخر عشان تعرف الاضرار اللي ممكن تحصل من ورا الموضوع ده. وابعته لاي حد ممكن يكون نومه نفس الروتين ده. اول مشكله معانا هتحس بالخمول والكسل. النوم الزايد بيبطئ وظائف المخ وبيقلل التركيز والذاكره. والمشكله رقم 2 اللي هتقابلك وهي زياده في الوزن بتاعك. لو انت الفتره اللي فاتت بتنام كتير وحاسس ان الوزن بتاعك زايد فممكن يكون السبب هنا هو نظام نوم. النوم الكتير بيقلل معدل الحرق لانك بطبيعه الحال ما بتتحركش، وبالتالي وزنك هيزيد. بالنسبه لرقم 3 وهي تعرضك بصوره اكبر لامراض القلب. وفي دراسات اثبتت ان النوم لفترات طويله ممكن يزود فرص الاصابه بامراض القلب بنسبه قد تصل ل 34%، ودي نسبة مش قليلة خالص. وبالنسبة للمشكلة رقم 4 وهي مشكلة شائعة جدا، وإن النوم لفترات طويلة أكتر من الطبيعي بيعمل اضطراب في إفراز الأنسولين في الجسم، وبالتالي بيعمل خمول زي ما قلنا في الأول، ويزود فرص الإصابة بمقاومة أنسولين، واللي نتيجة ليها هيجي لك مرض السكري من النوع التاني. بس تفتكر الموضوع وقف لغاية هنا؟ اكيد لا. ما اقولكش بقى على الصداع المستمر والام الظهر اللي بتفضل مكمله معاك بعد نومك لفتره طويله، واللي انت فاكر ان ده بيريحك، لا ده على العكس تماما، بيدمر صحتك. فالحل هنا زي ما قلت لك وهقول لك من تاني، التوازن في النوم. يعني يكون اقل مده تنامها هي 6 ساعات واقصى مده هي 9 ساعات، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده، عشان تصحى فايق وجسمك يحصل له ريكفري وتكمل يومك وانت نشيط وبصحه عاليه، في نفس الوقت تحمي نفسك من الامراض اللي انا قلتها لك. اخر بقى مش محتاج اوصيك، اعمل فولو ولايك عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.